يا قلبي يا رجل هذا، يا رجل هذا. مع السلامة. ناخذ لقاء ثاني. السلام عليكم. ايه زعلان. المشرف عبد المجيد يقول خليك زعلان. قلت له ما اعرف. قال لا خليك زعلان، لا تقول لهم شكرا. يعني نشر وتنبيه ولايك يعني صعب عليكم، ما ادري حتى خربطوني ما ادري ايش اقول. ايش يصير يا جماعه؟ احنا قاعد اتعب وباسلوب صراحه. عجبك شيء انشر، لا تقعد تسوي لنا زحمه. تعليقات حتى ما تبغوا تكتبوا تعليقات، ليش كذا يا جماعه؟ ما يصير. احنا اسره واحده، ضبطونا يعني. خلونا ندخل دغري في السؤال، وش تتمنى في زوجة المستقبل؟ خلونا نشوف الطاعات اللي بتجي. مشينا. يعني الدين يكون عقلها يعني كبير وتمرر الأشياء وتاخذ وتعطي، يعني زي كذا تقريبا. طب انت عقلك كبير تمرر وتاخذ تعطي ولا؟ الحمد لله. عشان ما تظلم بنت الناس. لا أنا أعدي أتغاضى كثير، أمشي يعني. تغافل يعني عن الامور. تغافل ايوه. مسؤولة عن عيالها. يا سلام. اما هذه ما فيها كلام، هذه انا متاكد منها. نعم مسؤولة عن عيالها وعن رجلها. يا قلبي يا رجل هذا، يا رجل هذا. الساعة 1:30 يفرفر وهي في البيت مسكينة تحتريك. هي اكيد مسؤول عن رجلها، تحتريك وانت مسكينة بنتنا وقاعد تفرفر لي مع اخويا. وش بعد؟ قل. استغفر الله. لا تضحك بعد. انا اعلمك بالجد والله. عطنا بعدين. الله وهي على ما قال هي الام، انها دينه وانها يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني كله ان شاء الله جمال ودين وطاعه. لحظة خلينا نوقف. جمال على طاعه. تقول ابغى جمال يعني جمال على طاعه. طيب انت وش جمالك وش وضعه؟ انا اللهم لك الحمد، القرد في عين ام غزال. وصلت الفكرة. نحاول ندخل في السؤال. تقول دائما انك متحمس بهذا الشكل. سؤال مهم. اشياء تتمناها في زوجة المستقبل. أتمناها في زوجة المستقبل، هذا أول شيء فلوس، مليان كثير مرة. داخل على طمع أنت. أيوة. حلو. ثاني شيء لا شوف نرجع صدق إيه؟ الإنسان تكون تخاف ربها بس لأن لو خافت ربها بتكون كويسة معايا ومع عيالها وفي بيتها وتصون نفسها بس. بعدين ما تدري الدهن فازلين يطلع يجي غبار تورط الخال. الله صدق هذه ما حسبت حسابها. ايه انتبه. لا والله اتمنى منها الاحترام والتقدير بس، وانها تكون ربة منزل صالح بس. شوف يوم جاء جد طلع لي بعقله صح. ما عندك شيء ثاني تتمنى؟ والله ما عندي شيء ثاني. وش ابغى بحرمه غير انها تصوم بيتي وتحفظني وتحفظ عيالها، بس هذا اللي ابغاه. يا اخي قسم بالله جاني قشعريره من الشيء اللي قاعد يقوله. والله العظيم والله ما توقعت كذا صدق. مش متوقع اني اقول لك ابغاها. لا صدق يعني صراحه يعني صدمتني. ليش؟ كلامك صراحه كلام واحد عاقل. طيب انا عاقل وش قلت؟ قاعد اتكلم مجنون انت. متى اخر مباراه حكمتها؟ تزعف علي. لا والله. طيب وش ذا؟ شرع خيمه. وش اتمنى؟ صدق تتمناه بنت الناس ترتبط فيها، وش تتمنى؟ اتمنى انها ما تتفتح زياده عن اللزوم. حاليا العالم كله بتفتح لدرجه انهم فاهمين التفتح غلط. انا بيها بس تكون بتفتح بالمعقول فقط. كيف؟ انت بتشوف الحال البنات متفتحين بدرجه كثير كبيره، انا ما بيها هذه الدرجه. تكون بس عارفه دينها اخلاقها، هذا ينفع بس كويس كذا. ليتني ما طرحت ذا السؤال. من يوم ما طرحته بدينا في البوس وبدينا في حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم اني صرت سلعه. نرجع لمحور حديثنا. انا ذات خلق حسن ومطيعه والحمد لله حافظ على الصلاه. تكون حلوه. حلو. شيء ثاني؟ بس هذا اهم شيء. اهم شيء عندك الوسامه. والله اهم شيء. اذا ما انت وسيمه مثلي ولا مع السلامه. اكيد. هذا نظامك؟ اي ما راح تتزوج. احسن. ابي مواصفات وابي مدري ايش. راح نظر في نفسك بعدين تعال تتكلم. والله العظيم بعض ما ودك الواحد يتحمس. شوف وجهك. ركبه وابيها جميله وشقره. يا رجال زي اذا حصلت لك احد يقبل فيك. خلنا ناخذ اللقاء. يهمني رغم اللي حاصل الآن
انه ما ياثر التطور اللي صاير هذا، وتكون متمسكه بالعادات والتقاليد. جميل. ولكن مو بالعادات والتقاليد اللي هي ممكن تاثر على تكوين الاسره. جيبه شوف. يا ويلها اسبوع الحين وانت نايم تمسك العالم. ابو اروح مكه تكفى. شكل الخط يا ابوي. ليش جمالك دائما كذا يتجدد ودائما يبدع؟ والله تعرف الخوال مع الشتاء مكثرين مدبلين ذا الفازلين وزيت نون حق الاطفال، فتشوف اللمعه بالبعيد عرفت؟ كدلك ذا. ايوه والله بصراحه شوف نبي بنت تسترنا ونسترها، وثاني شيء كاخلاق ودين، هذا اهم حاجه. صدق يعني الجمال لابد منه، مو بصحى من النوم القى واحد من العيال جنبي يعني هذه يعني اشياء تكون زي كذا بصراحه. ابيها تكون وسيعة صدر ومريحة وتصبر علي وزي كذا، يعني نكون متآلفين يعني واضح انك غثيث عشان كذا قلت تصبر. لا يعني تكون مريحة يا اخي. في فرق بين انك تتزوج واحدة وتبلش فيها تصير نفسية ولا لسانها طويل، صح ولا لا؟ ايه ابيها تكون عكس الشيء اللي قلته. اول شيء يعني بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الحسب وذات النسب، واكيد يعني ما الشباب كلهم اكيد يبغون الجمال. واول شيء تكون يعني متعلمه متخرجه من الجامعه لتكون ارقى شوي في التعامل معك كزوج، وحتى في تربيه ابنائها تكون مطلع يعني يكون ولدها متعلم اكثر. مسوي اشتراك في قناتك واسلوبك مره عاجبني صراحه، يعني مرح وعندك خفة دم صراحة تحبب الناس فيك. سم ترى خال اشهب انا ما يطلع احمر. اللون الاسود هو الفخم مرة ما يحتاج، مرة ما يحتاج. يا جماعة امسك ما عاد ابغى اقدم في القناة هذا. مع السلامة. لا ناخذ لقاء ثاني. والله اللي اتمناه فيها تكون بنت حلال، انسانة متعلمة متثقفة، نكون متفاهمين انا وياها طبعا. يا الربع شبابنا فيهم خير. كيف بالله. اقسم والله اذا جاء وقت تسولف الصدق يطلع اجمل ما في الشخص. الله وش ما يبغى لها شيء يعني، يا بنت ناس وحلوه وخلاص انتهى. يا اخي البساطه حلوه عندك جدا يعني تعجبني، بنت ناس وحلوه بس انتهى. هذه جبنه ذي ولا بنت ناس مسكر؟ عندها فلوس عندها فلوس اهم شيء. وش فيكم داخلين على ضمع؟ ما يبينا فهذا انا اخسر. طيب ما عندها فلوس بتسحب عليها؟ ليش المهر وكذا ما ندفع؟ هنود. كفاك الله شر الحاسدين، أريدك يا عذاب العاشقين. طبعا اضبط الميك اب وجهك بس. والله صراحة يعني أول شيء لازم نكون متفاهمين، لازم يكون بيننا حب، شيء يربطنا مع بعض صراحة، ولازم يكون الثقة، لأن الثقة فوق كل شيء. لازم نكون متفاهمين، أنا تفهمني وأنا أفهمها، هذا أهم شيء. يعني مثلا يعني إذا هي رايحة بالصالة أنت بقى كذا تفهميني أنا هذا والإشارات طبعا يعني بالتفاهم بالإحساس بالحنية بالأشياء هذه كلها يعني. خلوقة دينة ست بيت المطبخ أكل يجيب العافية وأشياء كثيرة يعني روتينية ما يحتاج لها. بس هذا الأساس اللي ذكرته. أيوه. في شيء ثاني في خاطرك باقي؟ أشياء أعلم بأمي بس الأشياء الثانية. إيه هذه خاصة. إيه هذه خاصة. الخاصة خليها عند أمك ما نبغى نسمعها. أكيد أيوه. أكيد. الخاص خاص يا ذي. أيوه. معنا من الشرها. لا ما يحتاج. أشياء تتمناها زوجة المستقبل. والله أول شيء تكون موظفة. يعني ما أكذب عليك عشان تساعدك. عشان تساعدني وبرضو يعني. على طمع أنت ولا شو؟ تقريبا يعني. الزوجة لما تكون الواحد يفكر في أن زوجة تكون زوجة صالحة، أم صالحة في البيت في تربية الأبناء. الحمد لله هذا والله صراحة اللهم لك الحمد، نحمد الله ونشكر وأن الله يرزق كل العموم أن يكون هذا وضعهم إن شاء الله. هذا اللي وجدته فيها، كنت أتمناه ووجدته. أقول الله يديم عليكم المحبة والمودة والاستقرار ويرزقكم بر أبنائكم يا كريم. الله يجزاك خير ويصلح لنا ولكم الذرية وللعموم إن شاء الله. صالحة يعني هذا اسمها ولا صفة؟ اللي تبيه تكون امرأة صالحة. اللهم لك الحمد. طبيعي أي واحد يتمنى تكون جميلة. جميل. صالحة هذا أهم من الجمال طبعا. طبعا هذا أنت غشيته من خويك ودي في شيء جديد. لا والله. طيب تكون الوالدة أهم شيء راضية. والله إن شاء الله فلوس. والله أهم شيء فلوس. طفران أنت. والله مو طفران. يعني حتى ودك حتى المهر ما في صح؟ والله يا شيخ تاخذه معه فلوس عاد. ضم هنود ذا ترى. والله هندي أنا هندي. والله أكيد أهم شيء أنها تكون بنت صالحة يعني،
واهم شيء انها تكون يعني ترضي والدين وبس، هذا اهم شيء. والله كل شيء طيب، الواحد يتمنى الحرمة الصالحة اللي تعينه على طاعة الله، توقف معاه في كربه وفي الظروف اللي تصير عليه. الحمد لله هذا أهم شيء، رضا الوالدين وأن تطيع الله وتقدر النعمة اللي فيه، وأنا أقدر النعمة اللي أنا فيها. وهذه وجدتها. الحمد لله، يلا لك الحمد. والله نتمنى الدين والصلاح والسنة والذرابة، وهذه بس الأربعة ذي. بس الجمال يروح يجي. يعني هل هو يعني مهم بالنسبة لك ولا آخر شيء عندك؟ ايش هو الجمال؟ إيه؟ الجمال جمال الروح طال عمرك. والله مالي صراحة يعني، أهم شيء أنها تكون على جوي يعني بس. حلو، وصلنا. وش جوك؟ أعطني إياه. جوي جوي بيض، سفر ما سفر حلو. كورة ومرة يعني دعوة سفر، جمع طوابع، شغلات ذي ولا مالكم فيها؟ اي جمع طوابع. سول ميت، انا لقيت السول ميت حقي خلاص تو مروحي. طب حلو، وش هو؟ ابغى اعرف جوك وش بالضبط عشان نعرف المواصفات. كل شيء. اعطني اياها. اوكي، بالاغاني بالهلوسه، بالكل شيء، بالعقل، بالتفكير، بكل حاجه يعني. صحيح. يعني ما شاء الله مجانين بيتزوجون. اي كيف؟ هلوسه، وش هلوسه؟ يعني نفس التفكير يا اخوي. مو ترى هلوسه غير وتفكير غير. لا يعني انا ابيك تفهمني، ابيك تفهمني شوي. ارجع شوي. مو هلوسه تودونا مكافحه، لا شوي يعني نفس التفكير يعني. والله انا يهمني صراحه في الوضع الحالي هذا اول شيء الحجاب اهم شيء، والدين، وانها الجمال زايد يعني مهما وصلنا راح تكبر راح تولد، الجمال زايد يعني، فيكفي ان تكون مقبوله يعني، لان انا شاكوش انا زي ما انت شايف. اللي يعرف نفسه كويس يعني. ايوه يرفع سقفه وهو ما ادري ايش يبغى بالحياه. تفهمني بس. الله. تفهمني وافهمها، وما تكون مثلا تحاسبني على اشياء صغيره، يعني تكون متفهمين بعض اكثر من يعني اكثر من اللي انك جادجمنتال، يعني ما تكوني جادجمنتال، ما تيجي تحكمي علي عشان انا خطا اخطاته، بالعكس تفهمين وانا حتفهمك، مشي له وانا حمشي لك. يعني بنت عالم وناس مربايه، وتوقع يمكن دينه يكون يعني صالح ان شاء الله، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. فهذا اللي بتامله يعني مشان ان شاء الله الذريه الصالحه بعدين. الجمال طبعا ما يفرق معك. بلا طبعا. يعني من في شروط، بس الاولويه يعني تكون صاحب الدين. والله انها تكون ذات خلق ذات دين، يعني باقي الامور مكملات. بس هذه الاساسيه اللي ذكرتها، هذه اللي تبقى معك للابد، يعني الباقي كلها مع الوقت تتلاشى. يا اخي اجابتك فخمه. الله يسلمك من فخامتك. ذات خلق، ذات دين، بالاحترام. اي نعم، يعني هذه حاجات اساسيه يعني، وهي اللي كنت اتمناها والحمد لله لقيتها. لا بتنبسط من ريال منك المره يعني. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. يعافيك ان شاء الله حبيبي. يلا الصلاح اتوقع ان هذا اهم شيء في الحياه. هذا اهم حاجه. نعم، اذا وفق في الصلاح. الجمال ما يفرق معك يعني. والله الوقت الحالي الواحد يدور الشيء اللي يستره. نعم، هذه هي. رحم الله من يعرف قدر نفسه. اللهم. بعضهم يتشرط جمال هو من جنب القده. لا خلنا في الشرط الاول، هو اهم شيء. انا اشهد انك جبت الشيء الصح. ان كلنا يعني ما بنتعدى قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، اللي هو قال اظفر بذات الدين. والله اتمنى انها تكون انسانه صالحه وشكرا. مهلا ما في شيء ثاني. والله انا احب البنت الحيويه. واو، هذا رقم 2. حلو، هذه اضافه حلوه. احب كيف حيويه؟ كيف يعني؟ تستحي يعني. حلو يعني خجوله كذا يعني، خجوله بطبع الانثى هي خجوله ترى. يا سلام، انتهى. ما احب اللي كنا واحد من العيال. والله شيء اتمناه في زوجة المستقبل انها تكون انسانة محترمة، وتكون انسانة على مبادئها. كيف على مبادئها؟ يعني ما في شخص او ما في احد يغير من المبادئ هذه. تمام. انسانة تكون محافظة على بيتها، على تربية اولادها، مربربة. حلو، حسسني انك بتاخذ تميس غيره. لا تميس وقمقمر. وش كذا؟ لا وش يعني كمان شغلات يعني عامة يعني. شغلات عامة يهم طبعا الجمال. الجمال وجمال الروح.
أن تكون بنت ناس ومتدينة وما تكون من بنات هالجيل وبس. يعني ايش بنات الجيل؟ ما فهمت عليك بنات الجيل، ما انت من اولاد الجيل برضو، يعني هذا ايش المشكله؟ وما اتمنى اني اتزوج بنت من